يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنها قبلت مني سجدة واحدة فهو خير لي من الدنيا وما فيها. ما كانوا يزكون أنفسهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في العمل وفي الوقت نفسه يخاف أن لا يقبل منه عمله، أن يرد عليه عمله، ولهذا لا يزال يجاهد نفسه في الخير وأعمال الخير والطاعة والتقرب إلى الله، لكن لا يزكي نفسه، بل يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. انظر مثالا عجيبا في ذلك في قصة خليل الرحمن، وهو يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال العلماء في كتب التفسير: كان يقول هذه الدعوة مع كل حصاة، كل حجر يبني به البيت يسأل الله أن يقبل منه. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن وهيب بن الورد أحد السلف، قرأ هذه الآية فبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل.